ده بقى اللي كل الايه؟ والله انت الملبن. كداب، انا ما اكلت اي حاجه. والله انا ما شفت اي حاجه ولا ملبن ولا اعرف حاجه. الفولاوي والحمصيه وشفت العلبه كلها. انا كنت قاعد في الصاله، اول ما شفت العلبه بصيت على العلبه كده، لقيت واقع منها حته فوليه كده بتحاول تخرج من العلبه، رحت طاير على الاوضه. انا ما اكلتش اي حاجه، ما رضيتش اكل. ودي نهايه الموضوع سعد. هو ده اللي شاف وجري، ده اللي كل العلبه كلها بقى. والله انت كداب، انا ما اكلت اي حاجه. ده اللي اغتصبها. يا مصطفى كل يا مصطفى. الفوليه واتحايلت عليه يدينا حته، ما ادانيش برضه. طب وانتوا سبتوها كلها ليه؟ قال لنا دي ماما جايبها لي، وما اداكوش حاجه ما ادانيش حاجه ولا حاجه؟ خالص. يعني مش فاهم، انا العلبه اللي انا جبتها دي مين اللي يديني فلوسها بقى؟ يوسف. والله كداب، والله انت كداب. هو انا باكل حلويات؟ والله اعرف مكان العلبه فين يا ابني، قول الصراحه. دي صراحه ربنا. والله ما اكلت حلويات، والمصحف الشريف انا مسيحي. طب ما تقول لنا ايه اطعم حاجه في العلبه بقى، يعني انت اللي جربت تقول لنا عشان نبقى نشتري منها. انا ما دقتش اي حاجه. امال مين اللي كل الملبن وساب لي البتاع الابيض المدور؟ وايه اللي ملبن؟ انا اعرف ملابن ولا عمري شفتها؟ امال ايه عن القطه كلتها؟ انا اصلا عندي السكر وباخد حقن انسولين. انا تهت منكم بصراحه، انا ما بقتش فاهم. دي اللي كل الملبن، واللي ورايا دي الفوليه، ودوت خد كام حته سمسميه كده وخلع، ودوت راجل على بابا الله ادانا له علبه يرميها، ملوش دعوه. ده اللي كان ايه نازل على علبه زي المنشار. والله انت كداب، والله العظيم انا بخاف على اسناني من التسوس. انا مش خايف منك يا ماما على فكره. انا لو حرمتني من الغدا وقت انا ممكن اكل نفسي، اقرب اندومي وهدكيها. انا مش فارقه معايا عشان ما لقيتش اب ايه يربيني. اب بياخد كل الحلويات لنفسه ويقول لي انا اسناني وجعان، خدوا النواشف.